السلام عليكم حبايب الخوت، لكم وحشة. الفيلم بالخف ديالنا كيبدا مع المهندس خواكين، كان مقعد ومصاب بالشلل وما كيخلفش. هنا غيتصل بالطبيب لكن باش يداوي الكلب ديالو حتى هو ما كيخلفش، وغيمشي يبحث في النت على كيفاش ينعس الكلب ديالو باش ما يبقاش يحس بالالام، ويحط له المنوم في الماكله باش يعطيه ليه. وفي هذه الساعه غيدق الباب، وفاش غيفتح الباب غيلقى واحد السيده سميتها فانيسا. شافت الاعلان ديالو اللي حطو كيأجر فيه البيت في هذا المنزل، ويقول لهم دخلوا شوفوا البيت هي وبنتها. وتقول له صافي البيت عجبها وبغيت تسكن فيه، وقالت له انها غتجيب حوايجها وتجي. وفاش جات قالت له باللي غتعاونوا باش يعوض المنزل. وفاش تكلمت معاه علماتو بانها خدامه كتشطح في واحد الكلوب. صافي فانا خلاها وهبط في حاله للبيت لتحت اللي كيخدم فيه، وهو جالس غيسمع انها خدمت الموسيقى بصوت مجهد بزاف. وفي اليوم الثاني غتكون كتقلب على بنتها وما غتلقاهاش، وفاش غتكون كتقلب عليها غتلقى واحد البلاصه فيها الالعاب والتواشة ديال الاولاد. وفاش كانت باقا كتقلب عليها قالت له هي اصلا كيعجبها تخبع، لقاتها مخبيه في الخزانه. وفاش كانت كتعوض البيت لقات واحد الصندوق فيه شي فوطوس ديال خواكين مع عائلته، الزوجه ديالو وبنته. فانا غتعيط عليه باش يجي يشوف البالكون كيف ولا. وفاش طلع لقاها موجده العشاء والجليسه ملكيه. يا سلام، قالت له ان بنتها كتكلمش بسبب واحد الصدمه كانت جاتها. وهنا مشات نعس بنتها وجات تشطح له بحال ديك الشطحه ديال الهنود. صافي فانا هبط في حاله يكمل شغله حتى غيسمع واحد الصوت جاي من الحيط اللي حداه، ويجيب السماعه ويحطها على الحيط ويسمع الناس كتكلم، لكن بسبب الموسيقى اللي كانت شاعله فانيسا ما بقى كيسمع والو. وهنا غيصنع واحد الجهاز خفيف كيلقط الموجات الصوتيه وغيسجل داك الشيء كامل اللي كيتقال. من بعد غيشعلوا وغيسمعوهم كيدويو وكيتكلموا عليه. غيسمع كيقولوا باللي خونا المعاق طلع في حاله، وواحد جاوبو قال له صافي دابا نكملوا الخدمه. وغيسمع الصوت بحال اللي كيتقبوا شي حيط، وغيسمعهم كيقولوا ان عندهم غير 9 ايام الخدمه باش يساليو هذه المهمه. وهو بدا كيقيد سميتهم والمعلومات اللي كيسمع منهم، وغيفتح واحد الثقبه في الحيط وغيحط فيها واحد الميني كام، وغيشوف في لاكاف اللي حدا الحيط ديالو ان تما شي ناس كيحفروا الحيط. وهنا غيطلع الفوق وغيقول لي انه باغيه تمشي في حاله لمده 2 الاسابيع. فسولته على السبب قال لي انا بديت كنت تعجب بيك، وحاليا انا ماشي مستعد باش ندخل في شي علاقه. وهي قالت له باللي عجبتها السكنه هنا، وعطاتو المهله ديال اليوم باش يزيد يخمم فيه، باش على الله وعسى يخليهم تما ساكنين. خواكين كان كيسجل داك الشيء اللي كان كيوقع لتحت كامل، وفهم انهم كيخدموا غير بالليل. وصافي هنا مشى قال ليها صافي انا خممت في الموضوع وقلت صافي بقاو ساكنين هنا معايا. وزاد قال ليها صافي من بعد هبطي عندي لتحت باش نعطيك تشوفي واحد الحاجه يلا اكتشفتها. صافي فاش هبط بقى كيسمع التسجيل اللي سجلوه ليهم الليله كامله اللي فاتت، حتى غيشوف واحد السيده هبطت عند الزعيم ديالهم. والصدمه غتكون قويه فاش غيشوف باللي هاد السيده هي فانيسا اللي ساكنه معاه. ويسمعها كتقول هاد الزعيم انها ديما كتشعل الموسيقى مجهده باش هو ما يسمع والو، وهو غيجاوبها بانه مشلول ومعاق وما عندنا علاش نخافوا منه. وهنا خواكين فهم بان فانيسا حسبه غا حميد المقيد ومغفله والسلام. وهنا جات لعندو قالت له شنو هاد الحاجه اللي باغيني نشوفها. وهنا قال لي لا كنت باغيك غير تشوفي قناه فيلم بالخف في اليوتيوب، وكنت باغيك غير تشوفي شي فيديوهات والسلام، نخليو حتى من بعد ونعطيك تشوفو. وهنا بقى حاديهم وفهم الخطه ديالو مزيان، وطلع طلب من فانيسا تمشي تقدا شي حويجات من السوق. وبقى جالس مع البنت اللي ما كتكلمش، هو كان سحب له زيزونه يعني صمكه ما كتكلم ما كتسمع، لكن انت شافها كتكلم مع الكلب ديالو. فانا حط واحد المايك في السلسله ديال الكلب، وفي ديك لاكاف غيكونوا ديك الناس كيطنقوا في واحد خونا حيت صيفط ميساج من التليفون ديالو لواحد خيتي. والزعيم ديالهم قال له علاش خليتي معاك التليفون، ياك حنا قلنا التليفونات ممنوعين هنا، وعلى صيفطتي هذا الميساج. توسوس منه. وهنا قال له انا هاد البنت معجب بها وباش ما تخلينيش صيفط ليها ميساج والسلام. وانا قال له انت خصك تموت حيت هاد صحيتك على بالها باللي انت مازال في البلاد، حنا جايين نسرقوا البنك ماشي جايين نلعبوا هنا. وغيقتلوا. خواكين غيمشي غيحط المايك للكلب وغيمشي يجلس يدك معاها، وبقى كيتكلم معاها حتى غتجيها الدوخه، وغيعطي ليها باكونه فيها المنوم ويقول لي انا عايق بكل شيء وعايق انكم باغيين تغمقوا على البنك. وفانيسا غتقول له انهم غياديو تحت وهما باغيين غير الفلوس من البنك والسلام. وهنا عطى ليها الفيديو ديال الزعيم كيقتل داك خونا. وهنا غتصدم فاش غتفهم ان هاد الزعيم كان دافع عليها غير الحنيه والسلام، وانه طونجي ويمكن يقتل على ابسط حاجه. فهنا خواكين قال لي ان اي حاجه خديتوها من البنك عندي فيها النص يعني 50-50.
ومشى فتح واحد الفتحه بيتو اللي كيجلس فيه باش يوصل للنفق اللي كيدوزو منه هما، وغيبقى ماشي في هذا النفق حتى غيلقى واحد القادوس وغيشوف باللي كاين شي واحد منهم هابط. هنا غيتخبى في واحد القنت باش ما يشوفوش، ومن بعد غيطلع في حاله، لكنه غيتفاجأ بان البنت ما كايناش. وفاش غيشوف في الكام اللي كيسجل بها غيلقى البنت هبطت لتما، وهي فاش سمعاتهم هابطين تخبات منهم. هنا غيبطل عندهم واحد البيوخ سميتو غودمان، وهو اللي مسؤول على هاد العمليه السطو كامله. فاش كانوا كيتكلموا سمعهم كيقولوا ان هاد اليوم اللي باقي باش تتم العمليه، وباللازم عليهم يحطوا واحد البومبا باش يدخلوا للبنك ويخويوا الخزنات. وبالضبط فاش غيكون العيد الوطني في اسبانيا، يعني في الدوله كامله تكون محتفله. وهنا غودمان قال للزعيم باللي كاين شي خزنات فيهم الارم ما تقيش فيهم، وزاد قال ان هاد الخزنه 155 فيها شي وثائق مهمين، انا محتاج فيهم جيبهم لي. وفاش سالاو الكلام مشاو في حالهم، والبنت مشات ودخلت في النافق تطول يدو ليها خواكين وطلعها وطمن عليها، وشاف انها خدات واحد الساعه من تما واحد السيد كيعيطوا له الشملي. وانا خواكين مشى سمع عليها الصوت ديال بنتها وهي كتكلم مع الكلب. لكن هذا الشيء اللي كتقول في هذا التسجيل مصيبه، هو ان داك الزعيم اللي مصاحبه معاه كان كيغتصب البنت على اساس كيلعب معاها، وهذا الشيء اللي كانت كتعاودوا للكلب. هنا الام ديالها تصدمت وبدات كتبكي، وهو كيكالمي فيها وعدها انه غينتقم منه، لكن محتاج المساعده ديالها. وهذه المساعده هي انها تكلموا عادي حيت كان كيصوني عليها، وفاش غتكلموا غيعطي ليها عاود المهدئ والمنوم باش تنعس. وانا سمعهم كيقولوا انهم غيبداو العمليه في 8 د الليل. خواكين سبقوا مهبط للنافق، وغيلقى البومبا اللي حاطين وغيفسخها وغيحطها في القادوس ديال الماء، وغيمشي هو وغيفتح الخزنه، غيدي الفلوس وغيفتح حتى ديك الخزنه 155 وغيدي منها الوثائق. وهو غادي في حالته شافهم هابطين، تقلب ليهم بلان انهم ما غيستناوش حتى 8. فهنا قبل ما يشعلوا البومبا دخل في حاله في الفتحه د البنك وبقى مخبع، وغيهبط في حاله دغيا باش يمشي لبيتو. وهنا غيهبطوا غيمشيو للبنك ويشوفوا داك الصندوق اللي مهم مفتوح، وغيبقاو يشكوا في بعضياتهم. هنا القادوس بدا كيهبط الماء، كاين اللي علق، لكن واحد خيتي بقات عكلت في النص، ما هي في البنك ما هي طلعت في حالتها، وهو بغى يعاونها باش تطلع عنده، لكن هي قبضت فيه وبدات كتغوت باش تفضحو. هنا سد عليها وخلاها تغطى بالماء، واللي بقاو في البنك بقاو عاكلين وشافوا بان الماء كيدخل عليهم، ما عندهمش كيفاش يعلقوا. وهنا غيفتحوا ديك الخزنات اللي فيهم الارم باش ما يموتوش، يجيو البوليس ينقذوهم. هنا خواكين حتى هو لما طلع على لبيتو زاد طيح الباكاج باش ما تبانش ديك الفتحه تما اللي عمل. فانا باش مشى عند فانيسا بغات تنزل على الدماغ، لكنه غيقبطها غيعطيها المنوم عاود، وغيمشي يدوش باش يحيد الوسخ اللي عليه، وغيمشي للزنقه يشوف شنو كاين، وغيلقى الدنيا مبلبله بالبوليس والشتا كطيح. فانا مشى في حاله حتى غيشوف البوليس كيدقوا عليه، وغيكون معاهم تما داك غودمان هو الشاف ديالهم، وغيقول لهم باللي لاكاف ديالو تبلانا بالماء والشتا هو السبب واقيلا. وهنا غيقولوا له ان القادوس ديال البنك وقع فيه مشكل. وهنا غيزيدوا يقولوا له انهم غيقلبوا المنزل حيت كاين شي عصابه بغات تسطو على البنك. صافي هما غينزلوا يشوفوا الوضعيه لتحت، وهو غيبقى جالس مع غودمان. وديك الزعيم ديال العصابه اللي سميتو تشافي غيكون كيصوني على فانيسا. التليفون كان مع خواكين، وغودمان مشى وعطاه التليفون ديالو وقال له اذا شفتي شي حاجه ولا شي معلومات اتصل بيا، هاد التليفون عندك دابا. وغيمشيو في حالهم، ودازت شويه ديال الوقت والعصابه غيجيو لعندو غيقولوا له حنا بوليس وبغينا نشوفوا المكان. وفاش قال لهم باللي البوليس يلا مشاو في حالاتهم دابا يلا كانوا هنا، قالوا له حنا عندنا تخصص في شكل، وغيسولوا واش عايش بوحدك. وقال لهم كانت معايا واحد السيده هي وبنتها، لكن مشاو في حالهم اليوم في الصباح. لكن هو مازال كيتكلم حتى غيشوف البنت واقفه. وهنا فهموا انه كيكذب عليه والسلام. مشى عند فانيسا ولقاها مبنجه وسولو قال له علاش كذبتي عليا، ودفعوا تطاح. وبقى كيطنبق فيه تيقول لهم شنو كاين، وقال له اذا ما تكلمتيش غنقتلك. وشويه غيلقى غودمان كيصوني عليه وقال له انا كاين حدا الباب. صافي هذا الزعيم فتح الباب ودخلوا، وكان ما فاهم والو في هذه اللقطه. وقال له علاش عندك التليفون ديالو وعلاش اتصلتي به وشنو علاقتك معاه. وغودمان قال له هو اتصل بيا. صافي هنا بغى يقتلو، لكن خواكين غادي يخدم عقله، غيستخدم المعلومات اللي عنده عليهم والاسماء ديالهم اللي كان على علم بها. هنا غيعيط على الشملي وغيقول له باللي هاد الشملي صاحبي هو اللي عطاني معلومات على انكم باغيين تغمقوا على البنك، وعطاني حتى الموعد فوقاش غتنفذوا هاد العمليه والنفق كيفاش غتدخلوا منه. وقال له باللي ان الشملي هو اللي بنج فانيسا، والغايه ديالو كان باغي ياخذ الفلوس وغنقسموها
نساليو انا وياه، لكن الشملي قال للزعيم باللي هذا الشيء غا تاليف ما منه والو. فهنا خواكين غيسميهم كاملين بسميتهم. فهنا فهموا باللي الشملي كان كيخونهم وغيبداو يخليو على بعضهم، وناضت بالباله بيناتهم. فهنا ناضت فانيسا وهزت البيستوله وخلات في الزعيم على داك الشيء اللي كان كيعمل لبنتها. خواكين بغا يثبت غودمان، لكن غودمان عجبو الذكاء ديالو وقال له انه غيساعدو. صافي خدا ديك الجوتات من تما وقال له انه غياخذ النص ديال الفلوس اللي خدا، وفي المقابل انه ما غيأذاش في حياته ويخليه يتابع حياته عادي. فانا خواكين قال له بزز منك ابا ديالي، عندي تسجيلات اذا طلقتها غطيحك في عكاشه والحبس. فهنا غودمان جبد البيستوله وهدد فانه غيقتل فانيسا وبنتها اذا ما عطاش الفلوس. وحقا عطا الباليزه ديال الفلوس، وفاش كان غادي في حالته عجبو البسكويت وبدا كياكل منه، لكن في الاصل هذاك هو داك كيكس اللي فيه المنوم ديال الكلب. وفاش كان غادي في حاله ضاخ وغيعمل واحد القصيده يعني حادثه، والجوتات غتبان من الطوموبيل والناس غيتصلوا بالبوليس. وهنا غيكون سالتها مع غودمان، وخواكين غيبدا حياه جديده مع فانيسا وبنتها. وهنا تسالى الفيلم بالخف ديالنا، موعدنا السيمانه الجايه. اذا عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا، ابوني ولايك. تحياتي لكم.